كيف حالك يا حاج وعد؟ عساك طيب. حياك الله الشيخ ابو سلطان، تفضل. حاج وعد، الان يعني بالنسبه لايه التطهير، الاخ صار له ساعه يقول ايه التطهير ايه التطهير. خلينا في لب الموضوع. لا، ايه التطهير والعصمه، ما هو الرابط بين العصمه وايه التطهير؟ ايه التطهير هل هي اثبات للعصمه؟ طبعا هي عندكم نعم، لان هي التطهير يعني عصمه. اذا انا غلط اعطيني معنى التطهير، يلا. جميل. أنت الآن الإمام المعصوم الثامن عندك يقول في بحار الأنوار الجزء 25 الصفحة 350 إن في الكوفة قوما يزعمون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقع عليه السهو في صلاته، فقال الإمام عندك كذبوا لعنهم الله، إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو. أنت الآن اثنان منكم على خطأ واثنان منكم يناقض الآخر، يا أنت على صح وإمامك المعصوم على خطأ، يا أما إمامك المعصوم على صح وأنت على خطأ. تفضل اشرح لي يا حاج وعد. حجي تسمح لي؟ تفضل سيد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أولا، هاي الرواية اللي أتيت بها هي ضعيفة بتميم بن عبد الله بن تميم القرشي، الذي يقول عنه الذي يروي عنه أبو جعفر محمد بن بابويه ضعيف. طيب، فالرواية ضعيفة الإسناد لا تصح سندا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، مسألة السهو غير مسألة. لا تقاطع ما قاطعنا. لا ليش تقاطع؟ مو يتكلم. احنا شوف تأدبنا معك واستمعنا إليك، فتأدب معنا واستمع إلينا. سهلة. تفضل سيدي. طيب، مسألة السهو غير مسألة الإسهاء. علماءنا الذين قالوا بالإسهاء، ما قالوا بالسهو الذي هو من الشيطان. الشيخ الصدوق بعض منهم قالوا بالإسهاء الذي هو من الله، يقول الله أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق. واضح؟ علماءنا ردوا هذا الكلام، قالوا ما ثبت هذا الشيء. السهو الذي هو من الشيطان ممتنع عندنا عن الأنبياء. النبي لا يسهو سهو الشيطاني، عندكم يسهو سهو شيطاني مسحور، زين، لا يعرف صلى بوضوء أم من غير وضوء، لا يعرف فعل ما فعل، يخيل إليه. هاي عندكم، احنا بريئين من هذه القضية. عندنا إجماعا حتى الذين قالوا بالإسحاق قالوا إن النبي معصوم. واضح؟ معصوم. غير انهم قالوا بالاسماء لان دائره العصمه تضيق عند البعض تتسع عند البعض الاخر. يعني الذي يقول بالاسهاء قوله هذا ما ينقض، ما يقول ان النبي غير معصوم، ما يقول، لكن وردت عنده روايات عمل بها. وهي الروايه اللي انت اتيت بها روايه ضعيفه لا تصح. عندك غيرها. لكن عندك يا استاذ النبي ينسى القران، رحم الله فلان ذكرني آية كذا وكذا كنت نسيتها، ويدعو لأبي هريرة في صحيح البخاري إنه لا ينسى. يقول النبي دعا لي. يا أخوان شوفوا المفارقة، شوفوا اللعب على الذقون. شوفوا البخاري ماذا يفعل. البخاري يقول إن نبي الوهابية مر على شخص يقرأ القرآن قال رحمه الله ذكرني آية كذا وكذا كنت نسيتها. طيب، وأبو هريرة يقول النبي دعا لي في صحيح البخاري أن لا ينسى، لا أنسى، فما نسيت شيء بعدها. يعني أبو هريرة أفضل من رسول الله عندك، ونبي الوهابية ما يدعو لنفسه، يدعو لأبو هريرة. والبخاري عندك أفضل من رسول الله. لماذا؟ لأن البخاري يا أخوان يا أعزاء يوميا يحفظ ما مقداره 15,000 حديث. 15 في سير أعلام النبلاء للذهبي يحفظ البخاري في مجلس واحد 15,000 حديث. زين، ورسول الله عندهم ما يحفظ القرآن. بالله عليكم القرآن كم آية؟ كم آية؟ بخاريكم يحفظ 15,000 حديث، والنبي أقل من 7,000 آية ما يحفظها. بالله عليكم يا مسلمين، يا مسلمين، من هو أفضل، أبو هريرة البخاري أم رسول الله؟ فأنت المفروض أنت مع احترام لك عيب عليكم تتكلموا بهاي المسألة.
مساله السهو والنسيان، لان رسول الله عندك ادنى من ادنى صحابي وهو ابو هريره، فالمفروض تسكت، تستحي وتسكت، ما تتكلم بهذا الكلام. طيب حج. اخونا الاخ، قبل ان اعطي سماحه الشيخ ابو السلطان، الاخ محمود، تفضل استاذ محمود.